تعالى كده اول حاجه نتعرف على الفايل سيستم. تمام، نتعرف على حاجه الفايل سيستم. الفايل سيستم عندي زي ما انت شايف كده هما مش كتير. تمام، او ما تتخضش من المنظر ده، احنا بس هنشتغل على الاربعه او الخمسه اللي قدامي دول. تمام. اول حاجه من الفايل سيستم دي بنسميها الروت او الديسك. دي كده بنسميها كده الروت او الديسك، اللي هو الفايل سيستم عامه دي بنسميها السيستم. اللي انا داخل عندي السيستم. طيب، اللي هو الاساسي، اخر حاجه انا بوصل لها. اخر حاجه انا بوصل لها او اول حاجه ببدا من عندها اللي هي مين؟ السيستم دي. تمام. بعد كده بنبدا نلاقي عندك ايه؟ تمب، بن، سبين، اي تي سي، يوزر، كل الكلام ده بتلاقيه متشعب بعد كده. طيب، تعالى ناخد كده اول واحد والتمب. التمب ده دايركتوري او فولدر بلغه ويندوز، في الكال اسمه ايه؟ دايركتوري. التمب بلغه دايركتوري هو فولدر، يعني لو حطيت فيه اي حاجه، حطيت فيه ملفات، حطيت من ضمن مزايا يعني حطيت فيه اي ملفات، مجرد ما الجهاز بيراستر كل الكلام ده بيرجع ايه؟ فاضي. تيجي نجرب الكلام ده كده عملي. تعال، لو جه هنا في الكالي بتاعي انا واقف فين هنا فوق؟ واقف عند السيستم. طيب عايزين نروح لمين؟ للتمب. تعالى كده نروح الاول للتمب. طيب، عايزين بقى نكريت اي فايل. يعني تعالى كده مثلا لو عملنا ال اس هنعرف سي دي وال اس دي بتعمل ايه دلوقتي. تعالى مثلا نكريت اي فايل، هنعرف كل الكلام دلوقتي، بس تعالى نكريت اي فايل. تعالى مثلا اقول له ايكو اي حاجه، حطها لي مثلا في فايل اسمه ll.txt مثلا. تمام. طيب انا عندي هنا الفايل بتاعي اتعمل هنا. تمام. طيب، لو جيت انا عملت ريستارت للكالي، ايه اللي هيحصل؟ لو جيت عملت له ريستارت ايه اللي هيحصل؟ هتيجي تفتح مش هتلاقي كل الكلام ده، هتيجي تفتح مش هتلاقي كل الكلام ده. طيب نفتح كده معانا ونشوف، يمكن موجود ولا حاجه وانا بشتغل. صح، بديك بضاعه بايظه. ممكن. طيب هنقول له ايه؟ كالي نديله اليوزر والباسورد بتوعه. تعالى كده مثلا لو رحنا على التمب، لو رحنا على التمب هنقول له مثلا هنا ايه؟ تمب، ونعمل ال اس. هل الفايل موجود؟ كان اسمه ايه؟ ll.txt موجود؟ مفيش اي حاجه موجوده. هل هو موجود؟ مفيش اي حاجه موجوده. فده من ضمن استخداماته. استخداماته طبعا كتير، هنعرفها واحده واحده، بس ده من ضمن الايه؟ الاستخدامات بتاعته. لو انا مثلا تارجت على ماشين، دخلت على الماشين، انا عايز مثلا انزل سكريبتات، اعمل فايل ترانسفير، انزل حاجه ورن والكلام ده كله، بس محتاج ان الدنيا دي ايه؟ تتمسح معايا. تمام. فانا مش هقعد امسح كل ده، فبشتغل فين؟ في التيم. لان على طول كده اول ما نيجي ندخل على الماشين اول حاجه بنروح عليها عشان نشتغل، او فايل سيستم اي حاجه، بنروح فين؟ على التيمب. بننقل حاجه، نشيل حاجه، نغير في حاجه، فبنروح نجري على مين؟ التيمب. بحيث المكنه اول ما تتراستر كل حاجه ايه؟ بتروح من عليها، كل حاجه بتتشال من عليها، اي حاجه انت حطيتها بتتشال من عليها. ويكون لك غير كده، بيبقى لك الصلاحيات انك تحط حاجات عليه. في التيمب بالذات بيبقى لك صلاحيه انك تنقل فيه فايلات، عكس المكن الثاني. لو رحت في اي فولدر ثاني او دايركتوري ثاني تنقل مكن او تنقل ايا كان ترانسفير، فتلاقي بيقول لك نوت بيرميشن، مالكش ايه، او البرميشن ديناي. فانت التيمب ليك برضو ايه؟ سماحيه ان انت تقدر تنقل ملفات او فولدرات على التيمب. طيب، ده من ضمن مزايا التيمب معايا. طيب هنا عندي البن والايه؟ والاس بن. بن هي اختصار باينري، والاس بن اختصار سيستم باينري. طيب، باينري يعني ايه؟ او البن ده فيه ايه؟ قال لي فيه التول اللي احنا بنستخدمها. تمام. التول اللي احنا هنستخدمها واللي احنا بنستخدمها موجوده فين؟ في البن. هما يعني ما فيهمش فرق، البن زي السيستم بن، بس الفرق بينهم بسيط. الراجل ده برضه فيه تول، البن فيه تول، والسيستم بن برضه ايه؟ فيه تول. تمام. بس هنا البن هي تول زي اللي انت بتستخدمها، السيستم بن فيه تول زي اللي السيستم بيستخدمها، زي السودو، زي الشات داون. تمام. في تول السيستم بيستخدمها هو ذات نفسه، تبقى موجوده برضه فين؟
في البن، والتول اللي انت بتستخدمها العاديه فين؟ في البن العاديه. تمام؟ في مشكله في كده؟ كل الكلام ده جاست بس معلومات انت بتعرفه، يعني مش هيضرك في حاجه، بس جاست ايه معلومات انت عارفها. طيب انا عندي تول مثلا زي الان ماب، دي مسؤوله عن الاسكان عندي. طيب انا التول دي اتفقنا هتبقى موجوده فين؟ موجوده في البن، هي تول عادي بستخدمها صح؟ طيب انا لو عايز اعدل على الملفات بتاعتها، عايز اعدل على الملفات بتاعتها، عايز اعدل على حاجه اصلا في السيستم ذات نفسه، بروح على مين؟ على الاي تي سي. بروح على مين؟ على الاي تي سي. يعني تعالى كده ننقل، لو جينا هنا على الكالي قلت له مثلا هوست نيم، احنا عملنا ايه داش في الاخر، قلت له ايه؟ هوست نيم. قلت له هوست نيم، قال لك انا مين؟ المكنه اسمها ايه؟ كالي. طب انا عايز اعدل مثلا في حاجه زي كده، انا عايز اعدل الهوست نيم بتاعته، بروح اعدل فين؟ لو جينا مثلا قلت له كات، هنعرف الكلام ده كله اي تي سي، قلت له هوست نيم، قال لك مين؟ كالي. طب لو جينا عدلنا فيها مثلا، تعالى نعدل فيها، قلنا له فاعطاك السماحيه اللي انت ايه ممكن تغير بقى الاسم، تضيف اللي انت عايزه وتشيل كالي ده خالص براحتك. تمام؟ فعرفنا الاي تي سي بيبقى موجود في ايه؟ الدايركتوري او الفايلات بتاعه التول اللي معايا، اقدر اعدل فيها، اضيف حاجه، اشيل حاجه، هنستخدمه كده كده، شغلنا برضو شغلنا كله عليه، هنستخدمه طول ما احنا ماشيين معانا. طيب عندي هنا اليوزر. اليوزر في يوزر بين ويوزر شير، من ضمن المزايا برضو اليوزر بين هو نفس الكلام، وقلنا في ربط بينه وبين البين مين؟ الرئيسي اللي عندي، برضو بيبقى في بعض التول اللي شغال بيها اليوزر. تمام؟ طيب يوزر شير دي فيها الفايلات او السكريبتات، حاجه مثلا زي اتكلمنا امبارح عن الميتاسبلويت، صح؟ الميتاسبلويت فيها فايلات وفيها سكريبتات شغاله معايا. طيب الفايلات دي والسكريبتات دي شغاله فين؟ موجوده فين؟ في اليوزر شير. موجوده فين؟ في اليوزر شير. طب تعالى كده نروح مثلا نقول له سي دي على يوزر، نقول له ايه؟ شير. طيب لو جيت كده عرضت كل دي التول اللي عندي، تعالى مثلا ندور على حاجه زي مين؟ الميتاسبلويت دي. تعالى كده نقول له دخلني على مين؟ على الميتاسبلويت. لو جيت كده عرضت ادي السكريبتات بتاعتك اللي بتشتغل بيها مين؟ الميتا، وادي التول اللي بتستخدمها، كل حاجه بتستخدمها التول دي موجوده فين؟ في اليوزر شير. كل تول ولها سكريبتات بتستخدمها، دي تبقى موجوده فين؟ في اليوزر شير. كل دي تول موجوده، كل ايه؟ كل تول لها دايركتوري، وجوه الدايركتوري ده السكريبتات بتاعتها تستخدمها ازاي؟ حاجه زي السيكوال هنجي لها برضو، حاجه زي الميتاسبلويت قلنا هنجي لها، كل الكلام ده كله هنتعامل معاه. تمام؟ كل تول وليها سكريبتات معينه بتشتغل فيها، فالسكريبتات دي موجوده فين؟ في اليوزر شير. فعرفنا ايه فايده الدايركتوري عندي، هي متسجل فيه ايه، كل الكلام ده كله. طيب سيبك بقى من الدايركتوري وتعالى ركز معايا بقى في الحته العملي دي، عشان هنبدا نتعامل. هنبدا ايه؟ نتعامل. طيب تعالى هنا كده خلاص نطلع من الكلام ده كله، نقول له انقلني بره، ونعرف ايه السي دي وايه الام ار وايه اللي انا كنت بكتبه ده من شويه، نعرف الكلام ده كله. طيب انا هنا تعالى نكريت واحد تاني احسن، عشان احنا مسحنا اللي قبل كده. سوري. طيب سي دي لو انا عايز ارجع خطوه لورا او ادخل جوه دايركتوري معين، سي دي لو عايز ارجع خطوه لورا او ادخل جوه دايركتوري ايه معين، يعني انا دلوقتي مثلا انا واقف فين؟ واقف مثلا جوه الكالي. تمام؟ واقف جوه الكالي، فعايز ادخل او اتحرك جوه فولدر معين، بقول له ايه؟ بقول له سي دي مثلا داونلود، دخلني جوه مين؟ الداونلود. هنا قال لك انت جوه مين؟ الداونلود. انت جوه مين؟ طب عايز ارجع للكالي تاني، بقول له برضه سي دي بس ايه؟ بوينت بوينت. ده بيرجعني خطوه لورا. ايه اللي حصل؟ رجعت خطوه لورا. زي كده قلنا الويندوز انت بتخش جوه فولدر معين او او فولدر معين سوري، وترجع ايه؟ خطوه لورا. فدي طبعا التول دي موجوده معاك بتتحرك بيها على طول. طيب عندنا برضو حاجه ثانيه زي ال اس. التول دي هي بتعمل لي عرض للدايركتوري او الحاجه، اي حاجه جوه الفايل او الفولدر اللي انا واقف جواه. انا دلوقتي جوه مين؟ كالي، صح؟ تمام؟ قلت ال اس، فهي بتعرض لي كل الحاجه اللي جوه ايه؟ كالي. من ضمنها بقى مثلا عندك الدايركتوري، فولدرات، عندك ملفات، عندك سكريبتات، بتعرض لك كل حاجه جوه الكالي، بتعرض لك كل حاجه جوه الايه؟ الكالي. طيب ده حاجه كويس. طيب يعني انا مثلا لو قلت له انا عندي هنا جوه الكالي عندي فولدر مثلا زي مين؟ داونلود، صح؟
فلو قلت له سي دي داونلود هو كده جوه مين؟ لما اقول له ال اس هو عرض لي كل الفايلات اللي جوه مين؟ الداونلود. كل الحاجات دي جوه مين؟ الداونلود. طب عايز ارجع خطوه لورا، بقول له سي دي بوينت فبيرجعني مين تاني؟ لورا. طيب تعالى معايا، لو انا مثلا عايز اعرض انا واقف فين، عايز اعرف انا واقف فين، انا عايز اعرف انا واقف فين. طيب بستخدم ايه؟ بستخدم بي دبليو دي. بص هنا قال لك ايه؟ قال لك انت واقف جوه الهوم. جوه مين في الهوم؟ جوه الكالي. فولدر الهوم او دايركتور الهوم بيبقى موجود جواه فولدرات خاصه بكل يوزر. يعني تلاقي لو مثلا في عندك يوزر كالي وعندك يوزر تاني اسمه احمد، فبتلاقي فولدر لاحمد وبتلاقي فولدر للكالي. ده كله جوه مين؟ الهوم. طيب هنا قال لك انت جوه الكالي. طب تعالى نخش تاني مثلا جوه داونلود ونقول له بي دبليو دي. قال لك انت جوه مين؟ جوه الهوم، جوه الكالي، جوه مين؟ الداونلود. فده بتعرف مكانه انت واقف فين بالظبط، بتعرف انت واقف فين بالظبط. طيب ده كده 3 استخدامات بيسهلوا عليك الدنيا، اللي هي لحد دلوقتي احنا قلنا ايه؟ سي دي، وقلنا ايه تاني؟ ال اس، وقلنا ايه تاني؟ بي دبليو دي. قلنا السي دي بتمكنني ان انا اتحرك جوه الايه؟ ملفات عندي، ادخل جوه الدايركتوري ده، اخرج بره شويه، اروح هنا، اروح هنا، اقف في المكان ده، اقف في المكان ده. من اللي بتخليني اتحرك؟ سي دي. طيب ال اس تعرض لي ايه؟ الليست. تعرض لي ايه؟ كل حاجه موجوده جوه الدايركتوري ده. طيب بي دبليو دي انت ايه؟ وورد دايركتوري بتعرض لي كل حاجه، او انا مكاني فين بالظبط، انا مكاني فين، واقف فين، ممكن انا مش شايف او ايا كان. سيبك من كالي دلوقتي، كالي دلوقتي بيبقى كاتب لك فوق كده ايه؟ داونلود. انت واقف جوه الداونلود، فممكن انت تعرف من غير ما تكتب بي دبليو دي. لكن ساعات بتخش على ماشين ما بتبقاش شايف، انت ما بتبقاش شايف انت واقف فين. هو بس كاتب لك كده والله اليوزر فوق او ايا كان اللي مكتوب فوق، بس مش كاتب لك المكان اللي انت واقف فيه، فانت ما بتبقاش عارف انت واقف فين، فبتضطر تعمل ايه؟ بي دبليو دي عشان تعرف انت واقف فين بالظبط وهتتحرك ازاي وتروح فين. تمام؟ طيب عندي الثلاثه دول، هناخد كمان 2 كمان كده واسيبكم تجربوهم، تخبطوا كده فيهم شويه وتعملوا الكلام ده وبعد كده نكمل. عندي مان، او هي اختصار لمانوال. تمام؟ دي بتعمل لي ايه؟ قال لي مثلا والله انا معايا تول زي ال اس. اتفقنا ال اس بتعمل لي ايه؟ بتعرض لي الليست. طيب انا عايز اعرف الليست دي او ال اس دي بتعمل لي ايه؟ عايز اعرف الكتالوج بتاعها. عايز اعرف الكتالوج بتاعها، ما انا مش ال اس وبس، لا ده ال اس دي لسه في بعديها حاجات ثانيه. ممكن اقول والله اعرض لي الحاجات المخفيه، اعرض لي بشكلهم ليست، هنجربها دلوقتي. تمام؟ طيب بقول له ايه؟ مان يعني ايه؟ مانوال، او اعرض لي مثلا الكتالوج بتاعها ده بيقول ايه. بص معايا هنا ايه اللي حصل. اول ما قلت له مان ايه اللي حصل؟ جابها لي كده واحده واحده. قال لي ال اس يختصر لي مين؟ ليست دايركتوري ايه؟ كونتينت. بعرف ايه اللي جوه. طيب ممكن نستخدم معاها مثلا داش ايه. تمام؟ داش ايه بتعرفني الحاجات الهيدن. تمام؟ ممكن استخدم معاها داش ايه كابيتال بتعرفني برضو ايه؟ الشرح بتاعها مكتوب. داش بي والشرح بتاعها مكتوب، كل حاجه والشرح بتاعها مكتوب. تمام؟ ولو دوست انتر بيفضل برضو ينزل معاك. تمام؟ بيعرض لك كل حاجه عن التول دي لحد ما يقف معاك، بيعرض يعني لك زي كل حاجه الهلب عن كده يا باشمهندس. التول دي. زي الهيلب كده، بس احنا ايه؟ بنجيبها واحده واحده. ماشي؟ بيعرض لك كل حاجه ممكن اقدر استخدمها مع التول دي، اقدر استخدمها مع التول دي، الكتالوج بتاعها بمعنى صح، ومين اللي عملها وازاي لو في مشكله اتواصل معاه وكل الكلام الجميل ده. تمام؟ يبقى هي زي بتعرض لي الكتالوج بتاع التول دي. برضو لو قلت له مان سي دي، لا هي سي دي سوري ملهاش ايه؟ كتالوج. تعال نقول له مثلا مان ان ماب. تمام؟ ايه اللي حصل؟ عرض لك كل الكتالوج بتاع التول. شايف قد ايه؟ طبعا يا حاجات كتيره. بص انا عمال انزل بالسبيس ما بيخلص. تمام؟ حاجات كتيره. التول دي بتعمل ايه وكل حاجه بالظبط شرح لك عنها حوالي 5 6 سطور بتعمل ايه. تمام؟ فالشرح ايه؟ مفصل. وعليكم السلام ورحمه الله كده. الشرح هنا ايه؟ مفصل. تمام؟ كل تول بتعمل ايه، او كل تركايه صغيره بتعمل ايه. يعني داش ان دي بتعمل ايه، داش ار دي بتعمل ايه، كل الكلام ده. تمام؟ بيشرحوا لك واحده واحده. طيب انا مش عايز الكلام ده كله، انا مش محتاج. انا هجيب الكتالوج وهقعد اقرا الكلام ده كله واشوف دي بتعمل ايه والكلام ده كله. انا عايز حاجه ايه؟ مختصره شويه. عايز حاجه مختصره ايه؟ شويه. قال لي ممكن نعمل ايه؟ نكتب كده اسم التول ونعمل بعدها داش داش هيلب. داش داش هيلب. طيب ممكن اكتبها كده داش اتش. تمام؟ ممكن اكتبها داش اتش، بس داش اتش هي ممكن تكون اصلا
معامل او معادله جوه التول، يعني ممكن يكون ده اصلا استخدام جوه التول، فما بتنفعش مش شغاله مع كل التول. طيب ايه اللي شغال؟ بنقول له داش داش هيلب، دي اللي شغاله مع كله. تمام. طيب ايه اللي حصل هنا؟ جاب لك حاجات بس بشكل ايه مختصر، صح؟ جاب لك بشكل مختصر، قال لك والله الاس ان اللي بتعمل بينج سكان. طيب بتشوفها ديسيبل بورتات ولا لا؟ طيب بتعمل بينج وتيجي. طيب حاجات في اللذيذ شويه بتعرفك والله البي او الاو مثلا، حاجات زي الاوبريتنج سيستم، بيقول لك الاو بيعرف لك مين الاوبريتنج سيستم، نوع الاوبريتنج سيستم ايه، تمام، بتستخدم معاها ايه، تمام، كل حاجات في الاختصار. احسن من المان طبعا. شفت المان حصل ايه؟ جاب لي كتالوج مش هنخلص بقى لو فضلنا ننزل. تمام. فداش داش هيلب بتبسط عليك الموضوع ايه شويه. هنجيلها دلوقتي. تمام. طيب ده قلنا مساعد معاك. طيب قلنا عندنا الليست وعندنا مين ال اس وعندنا مين السي دي بتحرك بيها داخل طالع. طيب وعندنا البي دبليو دي بقدر اشوف بيها ايه المحتوى ايه، او انا واقف فين اصلا، سوري انا واقف فين. طيب وعندنا مثلا انا معايا تول ومش عارف هي بتعمل ايه، فعندي كتالوج، يا اما بقول له مان، يا اما قلنا مان واقول له مثلا ال اس اعرض لي ال اس دي، او اقول له مثلا ال اس داش داش هيلب. تمام. بيعرض لي الموضوع ايه باختصار شويه، اعرف ايه اللي جواها، ايه الدنيا، ايه الكلام ده كله. طيب عندي مثلا ال اس، قلنا والله هنستخدم معاها الاي، تمام، وهنستخدم معاها حاجه ثانيه زي ال. عرفنا الاي بتعرض لي حاجات الهيدر، والال بتعرض لي مثلا بشكل مصطفى، يعني شكل ايه ديتيلز كده. عارفين شكل الديتيلز بتاع الويندوز؟ هتفهمها دلوقتي لما اعرضها لك. تمام. لما اقول له ال اس داش ال اي مثلا، فايه اللي حصل؟ شوف طريقه العرض، لو قلت له ال اس بس عمل لي ايه؟ عرضهم لي بالشكل ده. لكن لما قلت له داش ال ايه عرضهم لي ازاي؟ جاب لي هنا وجاب لي طبعا ايه الدنيا بتاعتها، انا هشتغل ازاي، مين ليه صلاحيات، الصلاحيات البرميشن بتاعتها، هنعرف البرميشن دي واحده واحده. تمام. بس جاب لي كل حاجه ايه عنها، الحجم قد ايه، التاريخ بتاعها، كل الكلام ده كله. تمام. شبهتها لك بالديتيلز اللي بتظهر لك فين في الويندوز العادي. لما بنيجي مثلا نعرض اي فايل، عندك ايه مثلا ويندوز، تعال نفتح الويندوز ده عشان نجرب عليه. تمام. تيجي كده بتلاقي في الفيو فوق ايه ديتيلز والمربعات والحاجات دي، فلما بتختار ديتيلز بيجيب لك ايه صفوف كده زي ما بنشوف التواريخ ومين اللي عملها وكل الكلام ده كله. طيب تجربوا دول ولا نزود؟ تجربوا دول ولا نزود؟ نص ساعة كويس؟ 5 دقايق كتير؟ ماشي. طيب جربوا دول كده ايه، خبطوا كده ايه مع دول، اطلعوا اتحركوا كده 5 دقايق عشان نكمل عليهم. بص معايا، احنا ليه بنستخدم الكالي؟ لان الكالي اسرع من الويندوز العادي. انا شايف الويندوز العادي هو الكالي اسرع من الويندوز العادي. الحاجات الجي اي اللي زي كده هي ابطا بطيئه، هنعرفها اكتر لما نيجي نشتغل ونجرب تول واثنين وثلاثه، هتلاقي الموضوع سريع. تمام. غير ما بستخدم مثلا جرافيك يوزر، فانت بتتعامل بص عبال ما يفتح هيقعد قد ايه وعبال ما يعرض لك، فكل الحاجات دي هي سحبه من البروسيس بتاعت الجهاز، سحبه من البروسيس بتاعت الجهاز. طيب خد بالك ان انا عندي كوماند هنا في الكالي، يعني اسمه كالي اندر كفر. ده بيعمل لي ايه؟ لو جيت دوست انتر كده، بص معايا ايه اللي حصل؟ بقى شبه الويندو، نفس الملفات، ادي نفس الايه الويب براوز، ادي النوت باد بتاعتهم، نفس الكلام. لو رحنا هنا هنلاقيه هو نفس الكلام، هم نفس الشكل، مفيش اختلاف. نفس شكل نتورك، نفس هو الشكل هنا، مفيش اختلاف. تمام. بس احنا برضو خلي بالك الكالي في جي اي عادي، في جي اي ممكن اتعامل مع الجي اي عادي وافتح الدنيا واخش هنا وفضلات جي اي عادي. بس الاسرع مين؟ تعمل مع التيرمينال. تمام. وانت لما تخش على مكنه او تاتاك ماشين انت بتاخد تيرمينال، ما بتاخدش جي اي. اكيد مش هيتحرك قدام الراجل وهو قاعد. تمام. اكيد مش هتقول له انا هنا اهو تعالى، فاهمني؟ فلا، فبنتعامل بالايه بالتيرمينال. طيب نقول له نرجع الكلام تاني اندر كفر. طيب احنا خدنا ايه دلوقتي؟ عملنا ازاي نتعلم ازاي نطلع وندخل والكلام ده كله، عملنا المان. تعال نشوف بقى الوات از دي بتعمل ايه. طيب عرفنا المان دي بتجيب لي الكتالوج كله. لو عايز اخفف الدنيا شويه بقول له داش داش هيلب. طيب انا عايز اخفف الدنيا اكتر، انا عايز لاين واحد كده بس يعرفني دي بتعمل ايه، بقول له ايه وات. طيب نقول له مثلا ال اس.
لاين بيعرض لك بس لاين كده بيقول لك ده بيعمل ايه. فقال لك ال اس هنا بتعمل ايه؟ ليست دايركتوري. تمام. نقول له مثلا حاجه زي الانماب مثلا، بيقول لك دي بتعمل ايه؟ نتورك، بتعمل سكان على النتورك وعلى البورتات اللي عندي. تمام. فبيديك اون لاين يشرح لك التول دي بتعمل ايه. طيب عايز توسع الدنيا اكتر بتخش على داش داش هيلب. عايز بقى قاعد بقى ضارب قهوه وعايز تقعد تفنط الدنيا دي كلها بتقول له مان ان ماب، وتخش بقى ايه تدور وتقرا والكلام ده كله. تمام. طيب بس في الاغلب اللي شغالين بيه هو داش داش هيلب بس. خلاص اي حاجه مش عارف تشتغل معاها اسم التول داش داش هيلب عشان اعرف هي بتشتغل ازاي. طيب نخش على ابروبس. طيب هنا اتفقنا انا معايا تول تعمل لي كراك باسورد. انا فاكر انا كان معايا تول، انا فاكر هنا في النموذج ده انا فاكر التول بتاعتي ان ماب بتعمل لي سكان. طيب نفترض مثلا انا عارف ان في تول بتعمل سكان عندي بس انا مش فاكر اسمها ايه. طب بنستخدم مين؟ ابروبوس. بنستخدم مين؟ ابروبوس. تمام. دي مثلا تعالوا نقول له مثلا والله اعمل لي كراك، ابحث لي عن التول اللي بتعمل لي ايه؟ كراك، ونقول له انتر. فبيبدا هنا يسكان عنده ويسيرش عنده ويشوف التول اللي بتعمل لي كراك. يقول لك والله الاير كراك دي بتعمل لي للوايرلس، دي شغاله ايه على الوايرلس. هايدرا دي بتاتاك على الباسورد، كراك باسورد، كل الكلام ده كله. واي فاي تي بيعرض لك كل التول اللي عنده اللي بتعمل لي ايه؟ كراك. تمام. لو قلنا برضو سكان، انا فاكر انا عايز اعمل ايه بس مش فاكر التول مين، فبقول له سكان، فبيبدا يعرض لي كل التول اللي ممكن تعمل لي ايه؟ اسكان عندي. بيعرض لي كل التول اللي ممكن تعمل لي ايه؟ اسكان. من ضمنها طبعا مين؟ عند الان ماب برضو من ضمنها. تمام. طيب فابروبوس ممكن يساعدك لو انت نسيت التول اصلا بس انت عارف الوظيفه بتاعته ايه. مجرد ما بتدي له بس الوظيفه الراجل ده بيعمل ايه فبيبدا يعرض لك الكتالوج اللي عنده او السيرش اللي عنده، إيه اللي موجود عنده، هنعمل ايه من خلاله، كل الكلام الجميل ده. طيب تعالى بقى نكريت فولدر او نكريت دايركتوري. انا بقولها فولدر على طول عشان اربطك ايه بالواقع اللي بيحصل فيه، فانت متعود على ويندوز. تمام. طيب تعالى هنا نقول له اس، ما عندناش غير الناس دي فنقول له اس تاني برضو انت معلق. طيب عايزين نكريت دايركتوري، بقول له ايه؟ ميك دايركتوري، وندي له مثلا اسم الدايركتوري. نقول له مثلا اي حاجه، نقول له مثلا اعمل لي والله دايركتوري اسمه احمد. تمام. لو جيت كده ال اس، خدت بالك من الفرق هنا؟ هنا ما كان عنديش مين غير فلاج سكريبت ده، هنا عمل دايركتوري اسمه ايه؟ احمد. طيب لو قلت له اس دي احمد هيحصل ايه؟ هدخل جوه مين؟ طب ارجع لورا. تمام. فانت هنا عملت دايركتوري اسمه ايه؟ احمد. طيب خلاص عملنا الدايركتوري. لو عايز مثلا انقل ملف ما، لو عايز انقل ملف ما بقول له ايه؟ موف ام اف. تمام. سهله جدا. هننقل مين؟ والله هنقل الفلاج ده مثلا جوه احمد. تمام. هنقل الفلاج ده جوه احمد. بتنكتب ازاي؟ هوم، عندنا جوه الهوم كالي داونلود، عندنا لا هي مش داونلود، هي او اس بي على طول. عندنا الدي 2 واحمد. تمام. اللي هو الدايركتوري اللي احنا لسه عاملينه. لو جيت كده دخلت الفلاج راح فين؟ مش موجود. طب لو دخلنا جوه احمد قال لك الفلاج ايه؟ موجود. طيب نفس الكلام لو عايز اعمل كوبي، عايز اخد كوبي من الفلاج ده، مفيش مشكله. كوبي سورس ديستنيشن، اقول له كوبي ستار كوبي. طيب نقول له مين؟ هات لي الفلاج ده. طيب نخليه برضو باسم فلاج بس نخليه فلاج 2. نقول له ال اس، هو اخد كوبي من الفلاج الاولاني عمله لي باسم ايه؟ فلاج 2. طيب ده كويس. عايز امسح حاجه، نمسح حاجه مثلا زي فلاج 2 ده، عايز امسحه، اللي بيحصل بقول له ار ام وادي له الاسم اسمه ايه؟ فلاج 2. لو جيت كده ال اس تاني مسح لي مين؟ فلاج 2. تمام. الامر سهل. موف ام في كوبي سي بي ار ام يعني ايه؟ ريموف. طيب تعالى مثلا نعمل دايركتوري تاني ونشوف الراجل ده هيعمل ايه. عملنا كده دايركتوري جوه. طيب لو قلت له عايز امسح الدايركتوري ده، لو قلت له ار ام مثلا اي اي، لو قلت له ار ام اي معناها ايه؟ امسح لي مين؟ اي اي. طيب قال لك هنا مش هينفع ليه؟ لان هو يعني حته مور سكيورتي ده دايركتوري. تمام. حته مور سكيورتي ما ينفعش يتمسح مره واحده،
لان ده في الاغلب هيكون فيه جواه فايلات وملفات كتير، فما ينفعش تيجي كده مره واحده تمسحه. طيب نديله الالجوريزم المختص بيها اللي هي اسمها ايه؟ داش ار. نقول له انتر. معناها ايه؟ امسح لي ايه؟ دايركتوري. داش ار يعني ايه؟ امسح لي الدايركتوري. طب عرفتها منين؟ قلت له ار ام داش داش هيلب، وريني الدنيا. قال لك الار هنا بتريموف مين؟ الدايركتوريز اللي عندي. تمام؟ عرفناها ازاي؟ طيب قال لي هنا فلاج. خلاص عرفنا ازاي ننسخ، نكرييت، نمسح كل الكلام ده كله. طيب عايزين بقى نعرض. انا عندي دلوقتي فايل قدامي، انا مش عارف ايه اللي فيه، فعايز اعرض اللي جوه. فبقول له ايه؟ كات، اقول له اسم الفايل اللي عندي، فبيبدا يعرض لي الفايل اللي عندي ايه اللي جواه. تمام؟ عايز ابدا اعرض ايه اللي جواه، فيبدا يقول لي ايه الملفات او ايه اللي جوه. تمام؟ طيب عندي برضو لو عايز انا كرييت فايل، عندنا تول اسمها نانو. نانو دي زي ايه؟ باش كده، ايه؟ باش تكست. تمام؟ باجي اقول له هنا ايه مثلا؟ نانو والله اعمل لي فلاج تو دوت تكست مثلا. طيب بتفتح معاك هنا، تفتح معاك في السي ام دي عادي، بتقول لك والله عايز تضيف في ايه؟ فهنضيف مثلا اي حاجه، مثلا اقول له هاي مايكروسوفت اي حاجه. المهم اقول له سيف الكلام ده. خلاص واجي هنا هو كريت لي فايل اسمه ايه؟ فلاج 2. لو جيت عرضت فلاج 2 قال لي مين؟ هاي ماكس. نفس الكلام اللي جوه الايه؟ الدايركتوري. طيب نفترض مثلا انا قدامي فايل زي ده بعدد احرف كتير، فيه ملفات كتير مثلا، ايا كان اللي فيه. فانا لو فتحت الفايل ده عندي كده عملت له كات مره واحده، المكنه ممكن يحصل لها كراش. هتبص تلاقيه بيجري ورا بعضه، هتلاقي المكنه حصل لها كراش. فدي انا ببدا الاول اشوف ايه الدنيا، اشوف ايه اللي جواه، عدد ايه كاركتر قد ايه، عدد السطور قد ايه. طيب بيشوف لي العمليه اللي جوه، المحتوى اللي جوه ده قد ايه، الحروف قد ايه، في كام لاين، كل الكلام ده كله. طول معايا اسمها دبليو سي. بقول له مثلا فلاج، فقال لك هنا والله ده لاين واحد في 3 جمل، كام حرف؟ 19. فبتبدا عرفت ان هو حجمه قليل، فبتبدا ايه؟ تعرضه قدامك مفيش اي مشاكل. طب حجمه كبير، بتبص لقيت مثلا الحروف 14 مليون مثلا، ولقيت مش هينفع تعرضه قدامك، هتبص تلاقيه فضل ينزل ورا بعضه والمكنه حصل لها كراش. تمام؟ طيب نجرب الكام حاجه دول، نجربهم كده على السريع. يلا كريت كده فولدر كده دايركتوري كده، وايه عيشوا الجو كده. تمام. طيب تعال نشوف اللي بعده. ندخل كده. احنا اتفقنا اللي ايكو، تعالى معايا، احنا لسه ما خدناش ايكو صح؟ طيب ايكو هي بتعرض لي، انا مثلا قلت له ايكو مثلا احمد، انتر عرض لك مين؟ احمد. تمام؟ اي حاجه نقول له ايكو، واقول له ايه هنا مثلا علي، فايه اللي حصل؟ عرض لك مين؟ علي. طيب دي استخدامها ايه؟ دي استخدامها بعدين هنشوفها ازاي. طيب من ضمن استخداماتها دلوقتي اللي انا ممكن والله اقول له ايكو علي. تمام؟ سجل لي الراجل دوت في تكست مثلا اسمه علي، او فايل اسمه علي. تمام؟ هو اخد كل بين اللي بين الداش او بين القوسين الاسم ده، راح سجله فين؟ في الفايل ده اللي هو هنا اسمه علي، وراح مسجله لي جوه مين؟ علي. طب لو جيت عملت كات لعلي لقيت برضو مكتوب جواه علي. تمام؟ طيب دي ضمن استخداماتها، يعني لسه هنشوف دلوقتي لما نرمي من تول لتول لتول ايه اللي هيحصل معايا، بس ده ان شاء الله بكره باذن الله ما نقعد نرمي من تول للتاني. طيب بس ده كده ايه على السريع. طيب واتفقنا ان كات بتعرض لي المحتوى اللي عندي. لو قلت له كات فلاج، خلاص انتر، عرض لي ايه اللي فيها. طيب انا عايز اعدل جوه حاجه معينه، عندي مين؟ عندي النانو. اقول له مثلا نانو فلاج دوت تكست. دي هي هنقول كده بالعربي هي محرر نصوص تكست، بس بتشتغل فين؟ في التيرمينال. بتشتغل فين؟ في التيرمينال. يعني ممكن اعدل عادي، ممكن اقول له هنا والله اي حاجه مفيش مشكله، نضيف مثلا هنا احمد مثلا، مفيش مشكله اي حاجه. طيب عايز اسيف، خلصت شغل عليها، سجلت الكلام ده كله وعايز اسيف، بقول له كنترول اكس. خد بالك من دي، كنترول اكس. بص تحت قال لك ايه؟ هتسيف. بقول له ايه؟ يا اما يس يا اما نو. بعد كده بقول له بنفس الاسم، بقول له انتر. كنترول اكس يو انتر. فيها مشكله؟ لو جيت كده قلت له كات فلاج تاني هيقول لي
الايديت اللي احنا عملناه. تمام؟ فالمشكله دي. طيب قلنا عندنا الايكو وعندنا النانو والكات والسودو. مين السودو؟ اللي هو الروت، اللي هو الادمن بتاع مين؟ بتاع الايه نظام، بس هنا اسمه الروت او اسمه السودو. تمام؟ في الويندوز العادي اسمه ايه؟ الادمن، ادمنستريتور، الكلام ده كله، انما هنا اسمه ايه؟ السودو. طيب خد بالك ان مش اي حاجه هترنها بالسودو، يعني مش اي حاجه طلبت مني سودو ارنها بالسودو. تكون حريص مع السودو بالذات، ما تستخدموش في اي حاجه. مش اول ما افتح جاي فاتح السودو وشغال، لا، السودو ما يستخدمش مع اي حاجه. هنعرف ليه بعدين. انت ممكن تستخدم سكريبت، السكريبت اصلا فيه فيروس. تمام؟ سكريبت عادي، انت وانت ما قريتوش ولا بصيت عليه ولا الكلام ده كله، ولسه هننوه على الكلام ده، تبص على السكريبت. بس حضرتك ما بصيتش عليه، فتحت السكريبت، تمام، عايز ايه؟ عايز السودو، خد السودو، مفيش مشكله، تك. والسكريبت اصلا اصطادك انت. تمام؟ فتكون حريص في الكلام ده كله، ما تستخدمش السودو مع اي حاجه، ما تستخدمش السودو مع اي حاجه. طيب لو قلنا مثلا السودو مثلا عايزين نستخدمه بيديك صلاحيات اعلى، هي صلاحيات الروت اللي عندي. لو هقول له مثلا سودو اعرض لي مثلا اي حاجه، كات مثلا خليها هوست مثلا. طيب فهنا بيقول لك انا عايز الباسورد بتاعت مين؟ الكالي. وخد بالك هو الكالي هنا هو السودو، الكالي هنا هو مين؟ هو الروت. تمام؟ لكن انا لو بيوزر تاني هيقول انا عايز اليوزر او عايز الباسورد بتاعت الروت. لو انا في اي يوزر تاني هيقول لي انا عايز الباسورد بتاعت الروت او الباسورد بتاعت الكالي او الباسورد بتاعت السودو. اتفقنا؟ التلات شخص واحد. طيب نديله الباسورد، بدأ ايه؟ يعرض معايا ويشتغل معايا. فدي صلاحيات اعلى. لو جيت اعرضها من وانا يوزر عادي هيقول لي لا، محتاج مين؟ محتاج السودو عشان يبدأ يشتغل معايا. طيب زي ما جينا هنا، انا هنا واقف فين؟ في السيستم، صح؟ لو جيت قلت له مثلا ميك دير اعمل لي مثلا دايركتور اسمه ايه، ما رضاش يعمله، قال لك بيرميشن ديناي. طيب لو جيت قبليه قلت له سودو هيطلب منك الباسورد، هقول له. لو جيت ال اس ايه اللي حصل؟ ضاف لي الايه؟ الدايركتوري. طيب ار ام داش ار اي اي امسح لي الكلام ده كله. يس عملناها ايه؟ يس طلعه لي. طيب ماشي هنمسحه بعدين، ما علينا. طيب دلوقتي خلاص عرفنا استخدام الايه؟ السودو فين. طيب عايزين بقى نكريت يوزر. تعالى نقفل الترمينال ده عشان خدت لاين سودو. عايزين بقى نكريت يوزر معانا. انا الروت او انا الادمن وعايز اعمل يوزر تاني. عندنا حاجه اسمها اد يوزر. اد ايه؟ يوزر. طيب عايزين نضيف يوزر اسمه ايه مثلا؟ اسمه علي. ما اختلفناش نسميه ايه؟ علي. بس قبل اد يوزر هتقعد الصلاحيات مين؟ السودو، لان مش اي حد هيضيف يوزر. مين اللي بيعدل؟ مين اللي هيضيف؟ السودو. فهنضيف يوزر اسمه ايه؟ علي. هيقول لك طب انا عايز الباسورد بتاعت السودو. اعطينا ليه الباسورد غلط؟ علي بس. طيب ماشي، ماشي الباسورد علي ده موجود. طب نجيب اي حاجه تانية مثلا اسماء، مفيش مشكله. فقال لك ايه؟ هات نيو باسورد بتاع مين؟ بتاع الزيرو اللي هو اسمه اسماء. طيب نقول له مفيش مشكله، اسماء واحد اتنين تلاته. تاني اسماء واحد اتنين تلاته. الفايل نيم، الفول نيم، الروت نيم، كل الكلام ده كله هي جاست معلومات، مفيش مشكله. خلاص وهنا كريت يوزر اسمه ايه؟ اسماء. طيب انا عايز ادخل على اليوزر ده، بقول له هنا بقى ايه؟ اس يو، وادي له الاسم بتاع اليوزر. قال لك انا عايز اليوزر بتاع مين بقى؟ بتاع اليوزر ذات نفسه. تمام؟ وادي له الايه؟ الباسورد. هنا خد بالك هو نقلك منين؟ من كالي على مين؟ اسماء. هنا دلوقتي انت مين؟ هنا انت كنت كالي، اول ما دخلت على اسماء نقلك على مين؟ على اسماء. طيب لو قلنا بي دبليو دي انت واقف جوه الكالي لسه. طيب لو رجعنا كده خطوه لورا نقول اس كريت لها ايه؟ فولدر خاص بيه، صح؟ طيب نقول له اسماء كده. ايا كان انت دلوقتي على اليوزر بتاع مين؟ بتاع اسماء. طيب لو قلنا له مثلا سودو اعمل لي والله ايه؟ اد يوزر، مفيش مشكله، واعمل لي اد يوزر مثلا اسمه يو. طيب هنا عايز الباسورد بتاع مين؟ السودو بتاع مين؟ اسماء. نقول له اسماء 2 3. قال لك
ديناي ما رضاش يكريت ليه؟ لان اليوزر دوت مش واخد صلاحيات السودو، اليوزر ده مش واخد صلاحيات السودو. مين اللي يكريت؟ الكالي، لان الكالي واخد صلاحيات الايه؟ السودو. طيب انما اسماء لا، هي ما ايه، مش واخده صلاحيات السودو. طيب فمش هينفع تكريت. طيب فدي هسيبها لكم تاسك. التاسك بتاعك ان انت هتكريت يوزر معاه صلاحيات الروت او معاه صلاحيات السودو. تمام؟ عايزين تكتبوها، اكتبوها كده عشان ما تنساش. التاسك بتاعك النهارده هتكريت يوزر معاه صلاحيات مين؟ اليوزر او السودو. سوري، هتكريت يوزر عادي خالص ايا كان، علي احمد عبد الله، بس يكون معاه صلاحيات السودو زي الكالي كده. تمام؟ ماشي. طيب عايز ارجع بقول له ايه؟ اكزit. انا عندي مين؟ عندي الكالي. طب عايز ادخل بقى على الروت، بقول له هنا ايه؟ سودو اس يو، فتح لي مين؟ الروت. ماشي.